الدبان بيعيش أقل من شهر، وحاجة زي السلحفة حياتها بتعدي 100 سنة عادي. الفئران حياتها ما بتعديش 4 سنين، في حين إن الحوت القطبي بيعيش 200 سنة. طب هي ماشية إزاي؟ ليه في أنواع بتعيش أيام وأنواع بتعيش سنين كتير؟ تعالوا نشوف. كل الحيوانات بتبدأ صحتها تنزل بالتدريج بعد اكتمال البلوغ، والعملية دي بنسميها الشيخوخة. أيوة، يعني إيه اللي بيحصل عشان الكائن يدخل في الشيخوخة؟ الشيخوخة بتحصل بشكل أساسي بسبب موت الخلايا، ولما توقف الدور اللي بتعمله في جسم الكائن. واحنا صغيرين الخلايا بتتجدد باستمرار، وبتيجي خلايا سليمة تبدل الخلايا اللي بتعطل أو بتموت. ومع التقدم في السن تجدد الخلايا ده بيبقى أبطأ. كمان الخلايا القديمة فقدت كتير من كفاءتها، وده بيخلي كل الجسم والأجهزة اللي جواه أدائها يتراجع، وده بيوصل الكائن لأمراض وفي النهاية بيموت. وعشان كده الناس الكبيرة حركتها أبطأ وما يقدروش يعملوا نفس النشاط اللي بيعمله حد سنه صغير. بس لو الكلام ده صح، ليه في اختلاف كبير في أعمار الحيوانات؟ ما كلهم بيتكونوا من خلايا، يبقى المفروض يبقى رينج أعمارهم واحد أو حتى قريب من بعضه. الموضوع مش بس خلايا، في عوامل كتير بتغير من فترة حياة كل نوع. أهم العوامل دي هي البيئة اللي الحيوان بيسكن فيها وحجمه. يعني مثلا في البيئات الباردة القطبية هنلاقي القروش في المية الباردة ممكن تعيش لحد 400 سنة، والمحار القطبي بيعيش لحد 500 سنة، واللي أغرب منهم السفنج القطبي اللي بيفضل عايش لحد ما يوصل 10,000 سنة في المية الباردة. وده عشان في البيئات الباردة معدل ضربات القلب وحرق الدهون بيكون بطيء. والباحثين بيعتقدوا ان البيئة الباردة كمان بتبطئ عملية الشيخوخة وبتطول من أعمار الأنواع اللي بتسكن فيها. لما نيجي نبص لحجم الحيوانات هنلاقي ان بعض الحالات، مش كلها، الحيوانات اللي حجمها كبير بتعيش أكتر من الحيوانات اللي حجمها صغير. عندك مثلا الفيل والحوت بتعيش أكتر من الفئران وأكتر بكتير من الدبان والديدان. بعض الحيوانات الصغيرة زي الدبان والديدان عمرهم قصير بسبب طريقة انقسام الخلايا بتاعتهم. الخلايا اللي بتكونهم بتتلف وتنقسم أسرع، فأجسامهم بتستهلك بسرعة. وغير كده إن الحجم بيدي أفضلية للحيوان إنه ينجو من المفترسين. الفئران مثلا في الغابة ما بتكملش سنة في الغالب وبيجي مفترس ياكلها، بس الفيل مش هيبقى ضحية للافتراس. الاستثناءات في موضوع الحجم ده حاجات زي الخفاش والطيور والسلاحف. الحيوانات دي حجمها صغير بس بتعيش كتير، بس الحيوانات دي عندها طرق بتهرب منها من المفترسين أكتر من التانيين. وفي حالات تانية بنلاقي حيوانات من نفس الحجم ونفس البيئة وأعمارهم بتكون مختلفة، بس في الحالات دي بيكون في اختلافات جينية بينهم كبيرة، زي تكوين جسمهم، حد بيكون أضعف من التاني، واستجابة الخلايا بتاعت كل واحد منهم للتهديدات بتكون مختلفة. يبقى اللي بيحدد إذا كان النوع ده عمره طويل أو قصير هو كل العوامل دي مجتمعة مع بعض. طيب بالنسبة لينا البشر، الإنسان حاليا متوسط الأعمار على مستوى العالم بيوصل ل 71 سنة، يعني مش من الأنواع اللي بتعمر 300 و 400 سنة، ولا برضه زي الأنواع اللي عمرها قصير أيام وشهور. بس إحنا شطار في إننا نزود الفترة بتاعتنا، وأقصد متوسط فترة النوع كله مش فترة كل واحد. بس معنى كلامي إن في القرن ال 18 كان متوسط الأعمار 50 سنة بس، ومع التقدم الطبي وتطور التغذية المتوسط طلع ل 71 سنة، وده بيخلينا النوع الوحيد اللي قدر يزود معدل الأعمار بتاع النوع بتاعه. ولو طلعت بمعلومة واحدة جديدة أنا هكون مبسوط، وما تنساش دول.